ويسعد لي مساكم يا متابعيني. إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم إن شاء الله فيديو جديد. ليش ما في تفاعل القناة؟ كل اللي عليكم بس تضغطوا زر الاشتراك ولايكاتكم على الفيديو فضلا ليس أمرا. اليوم إن شاء الله رح ساوي رز بحليب. هون عندي 5 لتورة حليب، وهون عندي رز 5 فناجين. لكل كيلو أنا بحط فنجان رز. وهون كمان نفس العيارات الرز حطيت كمان عيارات السكر، 5 فناجين سكر، 5 فناجين رز ل5 لتورة حليب. إذا لأول مرة عم تشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه عشان يصلكم كل جديد. وهون شغلت عندي النار على الطنجرة عشان عندي يغلي شوي الحليب عشان نضيف الرز. وهون بلش عندي يغلي شوي ما يكون شايفين، ما رايفه كتير يغلي. راح ضيفه الرز عشان يغلي مع بعضه ويستوي كمان. هون راح ضيف الرز. بسم الله. بعدها راح ضيف السكر. وهون بعد ما شوي غلي عندي الرز مع الحليب راح احط السكر. طبقه تطبيق وخليه مع بعضهم يغلوا ويتعقدوا. وهون بعد ما خلص عندي رز بحليب تعقد مع بعضه، نضل ريحته بتشهي. هون سكبته وزينته بالزنجبيل ورشيت فوقه جوز الهند. هذا اختياري طبعا، كل حدا بحط على كيفه. منظره كتير حلو، ريحته بتشهي. ان شاء الله ينال اعجابكم. هون نكون وصلنا لاخر نهاية الفيديو. لا تنسوا اذا اول مرة عم تشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه عشان يصلكم كل شي جديد، ولايكات كان على الفيديو. شكرا لكم.